السلام عليكم بنات، السلام عليكم صحباتي الزوينات، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اختي جيت نشارك معكم واحد لي باط كتجي معلكه ولذيذه، واعره خطيره بزاف. هاد لي باط هادي بصدر الدجاج والشامبينيون. عندي هنايا 500 غرام ديال لي باط، اي نوعيه ديال لي باط اللي كتبغيو. وعندي هنايا لا داند، وعندي الشامبينيون معلب، بصله كبيره، عندي 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين، عندي شويه الملحه وشويه البزار وشويه ديال السكينجبير. وخديت هنايا واحد القميله، درت فيها الماء حتى غلا، زدت فيه شويه ديال الملحه، وغادي نزيد فيه ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه باش كتساعدنا على ديك لي باط ما كتعجنش. صافي دابا غادي نوضع لي باط ديالي في الماء باش تسلق. المهم البنات ما تخليوهاش تسلق لكم حتى تعجن. صافي غادي نحرك الكل جيدا. البنات جربوا هاد الوصفه وردوا عليا في لي كومونتير، راها كتجي كتحمق، كتجي معلكه ولذيذه وفيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف. وهنايا خديت واحد المقيله وغادي نوضع فيها شويه ديال الزيت النباتيه. وصافي من بعد ما وضعت الزيت النباتيه حتى سخنات، هنايا غادي نضيف هذوك الدريسات ديال الثومه اللي حكيت، وغادي نوزعهم في الزويته حتى يطلقوا ليا ديك النسمه ديالهم. وغادي نزيد هذيك البصيله اللي شلطت. صافي هنا غادي نخلي هذيك البصيله شويه حتى تدبال ليا، حتى تبدا تدبال، يعني ماشي تنزل في خطره. صافي دابا غادي نزيد عليها لا داند والشامبينيون. صافي وغادي نحرك هادشي مزيان. ودابا غادي نضيف التوابل، شويه الملحه، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال البزار، يعني ما تقويوش، غير راس ديال المعلقه، شويه شويه. صافي وغادي نبدا نحرك هادشي مزيان مزيان، ندخل فيه دوك التوابل. ودابا غادي ندوز معاكم باش غادي نحضروا صوص بيشاميل. انا البنات هذه الطريقه المعتمده عندي في الصوص بيشاميل، راها كتجي خطيره. عندي نص لتر د الحليب، 4 الفرماجات، 3 د المعالق كبار ديال الدقيق، عندي 3 د الفصوص ديال الثوم، معلقه كبيره ديال الزعتر، شويه الملح وشويه البزار. صافي غادي نوضع كلشي في خلاط كهربائي. غادي نبدا نزيد في الفرماج. هنايا البنات راه درت 4 الفرماجات، غير حبس ليا التصوير. هنا من بعد ما خلطت كلشي، من بعد ما طحنت كلشي، صافي غادي نوضعو فوق النار، وغادي نبدا نحرك فيه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. عرفتوا البنات واحد الريحه طالعه منه زوينه بزاف. صافي هنايا البنات من بعد ما تسقطرات ليا مزيان لي بات كنت صفيتها، رجعتها درتها في هذيك القميله. غادي نوضع عليها هاد الحشوه. هاد الحشوه البنات راها كتجي خطيره وكتعطي واحد الريحه زوينه بزاف، راه ما تكرهوش تاكلوها غير بوحديتها بلا ما تخلطوها كاع مع لي بات. صافي هنايا غادي نضيف عليهم حتى البيشاميل. ها هو يا البنات كيجي القوام ديالو على هاد الشكل هذا. صافي غادي ندير كلشي وغادي نبدا نمزج داكشي مزيان. عرفتوا يا البنات راه واحد الريحه كتعطي منها خطيره، واحد الرويحه طالعه منها فنه. شفتوا البنات؟
كتشهي. والله الا انا دابا كنمونطي معكم الفيديو وشهاتني، عرفتي راها كتجي زوينه بزاف. صافي دابا غادي ناخد واحد المول صافي، وغادي نبدا نوضع فيه لي بات ديالي. هنا راه كنكون شاعله الفران. الا ما بغيتوش البنات ديروها في الفران، يمكن لكم تاكلوها بحال هكا، حتى هكا كتجي زوينه. شفتوا لي البنات التعليكه اللي فيها. انا البنات فاش ما كيكونش عندي الوقت ناكلها غير بحال هكا، ما كندخلهاش للفران. ولكن دابا عندي الوقت صافي دخلتها تكغاتينه. صافي البنات، هنا غادي نضيف عليها هاد الجبن شيدر، فرماج شيدر. نتوما يبقى لكم الاختيار. انا ما متوفرش عندي الموتزاريلا، صافي استعملت غير هذا اللي عندي. نتوما يمكن لكم ديروا اي جبن متوفر عندكم. صافي هنا دخلتها على درجة حرارة 180. شوفوا لي كيفاش كتجي، يعني راه كندخلها كيدوب داك الفرماج صافي وكنخرجها. راها كتجي خطيرة في المذاق. انا نقطع لكم واحد الطريف منها تشوفوا كيفاش كتجي. هنا البنات راه يلا خرجتها من الفران، راها باقا سخونه. شوفوا لي يا اختي التعليكه كيفاش كتجي، راه واحد المذاق كيجي فيها خطير. غير جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. يلا البنات بسلامة عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش من لي لايك ومن لي كومونتير زوينه. بسلامة عليكم.